الفاتحة. Di dalam hidupkan semua. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. ومن كلام الحبيب علوي بن عبد الله بن عيدروس بن محمد بن شهاب رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. وذكر رضي الله عنه الحبيب محمد بن علوي صاحب مكة فقال كان أصله من الشحر فجاء إلى تريم وأخذ عمن بها من الرجال وذهب إلى عناد ورجع فأشار عليه بعضهم أن يجلس في زاوية الشيخ علي 40 يوما فجلس ففتح عليه ثم سار إلى السحر ثم إلى العدل ثم إلى الوهض ونزل بأن الحبيب عبد الله بن علي بن حسن بن شيخ علي ومكث عنده مدة وكان وظيفته عنده أن يروح بالمروحة على الحبيب ويملي حوضا عنده وكان يقول له لو أدركت شيئا من القرآن من القرن العاشر لأدركت مطلوبك في أسرع وقت. ثم زوجه بنته وذهب بعد ذلك إلى مكة وكان له بها المقام الكبير ويكفيه فخرا. طلب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد منه الإجازة والإلباس وفيه يقول مثل الجمال هكذا نزيل مكة شيخنا مثل الجمال نزيل مكة شيخنا والفخر والصوفي عقيل المسقعي. ومراد بالفخر في هذا البيت الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن شيخ شهاب الدين. وذكر رضي الله عنه الشيخ عمر بن مخرمة فقال إنه أعطي مقام الكنزية وهو مقام عظيم. ثم قال كان الحبيب علوي بن عبد الله العيدروس صاحب ثبي يقول أود أن القيامة تقوم وأرى حال ابن الفارض وعمر بن مخرمة أيهما الأرفع. فسمع بقولته هذه الحبيب عبد الله الحداد فقال لو قال لأرى حال بن مخرمة والسودي وأما ابن الفارض فهو أرفع ومقامه عظيم يم. وكان الحبيب علوي المذكور يرسل خدامه إلى سيون ويأمره أن يدخل قبة بن مخرمة ويقول له قال الحبيب علوي بن عبد الله شوف ما عاد له سلوى اليوم إلا بكلام الله وكلامكم. فيجيبه من القبر ويقول قل لي حبيبك أما كلام الله فما فوقه كلام وأما كلامي فمن أنا ومن أكون. قال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد أو الحبيب علوي بن عبد الله السقاف كلام الشيخ عمر بن مخرمة جواهر في خلقان فقيل له في ذلك لأنه
بكلام العامة ومعناه جزل، وكان يعرف أحوال من قبله في وقته ومن بعده من الرجال، وقد أشار إلى ذلك بقوله: أهل وقتي وذي بعدي وذي من زمن عاد، أعرف أنسابهم وألقابهم يا ابن حماد، ساعة أجمع وساعة أجمع هكذا، وساعة جيك بأسمائهم أفراد، إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد من مكاتبة الحبيب أحمد بن حامد الكاف إلى شيخه الحبيب أحمد بن طالب الأطاس، قال: الحمد لله على نعمه الجسمية، على نعمه الجسيمة، وعلى ما من من هباته العظيمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد له الخلق العظيم الحشيم، وعلى آله وأصحابه أولي العزم والعزيمة، وعلى الحبيب المحفوظ المحروس الملحوظ المحظوظ المنذور بعينه تعالى التي لا تنام، الفاضل سلالة الأفاضل كريم السجايا حميد الشيم ذي الأخلاق المرضية والنفس المطمئنة الراضية المرضية الكاملة، شيخي وملاذي وملاذي الوالد البركة، بقية السادة الفضلاء الأشراف سيدي أحمد بن عبد الله بن طالب الأطاس، سلمه الله من جميع العوائق، آمين. لإهداء السلام والتحية والإكرام ورحمة الله وبركاته، صدرت من بنجرماس موجب سؤالا عن عافيتكم وطلب صالح دعائكم، نرجو أنكم وأولادكم وأحفادكم وجميع من يلوذ بكم بأتم الصحة والعافية، كما نحن وجميع من لدينا بأتمها. وقد سبقت إليكم كتب قبل هذا، نرجو وصولها إليكم وفهمتم المقصود والمطلوب والمرغوب، ووافق عندكم وفرحتم به، وعنتم على ذلك ولله الحمد، وجزاكم الله عنا خيرا وأفضل ما جاز أحدا من عباده، وشكر الله سعيكم. ونعلمكم سيدي أن نحن في 24 شهر ربيع الثاني ليلة الجمعة، رأيتم في المنام كأن الحبيب سقاف بن حسن عدروس عنده زواج، وعزمكم هو بنفسه، جاء إليكم أول مرة وامتنعتم عن المجيء، وسار ورجع، وبعد كأنكم تقولون لجماعة حاضرين عندكم: سقاف بن حسن عزمنا على سبيل المزح، وبعد ساعة ما درى إلا جاء إليكم ثاني مرة وعزمكم، وامتنعتم عن المجيء. كذلك العم سقاف المتوفى بتريم، نعرف نحن نجي عنده لحضور الروحة في داره، والله أعلم الزواج زواج بنته أو غير. وبعد ذلك كأنكم إلا توصفون لنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولعدنا، وبعد قليل إلا كأنكم تدخلون أشياء في صدري حتى امتلأ صدري بشيء هذا الآن، والله أعلم نورا أو غير ذلك. وفي أثناء تدخلون الشيخ انتبهت من النوم، وذلك آخر الليل، واستبشرت كثيرا، جزاكم الله عنا خيرا، اعتنيت بنا. ومما وقع للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني قال: وكنت في سحر ليلة الجمعة 28 من شهر ربيع الثاني، رأيت في منامي شيخا أراد أن يذبحني باختياري ورضاي، وفي يده سكين، فشحذها شهدا كثيرا، وهي في حد ذاتها جيدة جدا عريضة، وبعد أن سنها مرارا وما بقي إلا أن يذبحني بها انتبهت من النوم. فلما اجتمعت بسيدي وشيخ الشيخ سليم المستوي المسوتي الدمشقي الحنفي،
وأقبل علي بكليته وأخذ يبشرني ببشائر القبول من الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قصصت هذه الرؤيا قال لي: أنا ذلك الشيخ رأيته في المنام وأريد أن أذبح نفسك حتى تخلص لله تعالى ولا يبقى لك علاقة في الدنيا والآخرة، جميعا ندخل على سرور عظيم والحمد لله رب العالمين. انتهى كرامة الأولياء لشيخ النبهاني المتوفى بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. واجتمعت به في الحرم المدني مرتين وأجازني بجميع مؤلفاته ومروياته. ومما وقع لسليمان أبو الربيع المالكي قال: رأيت ذات ليلة هدهدا جلس قدامي وكلمني بكلام لم أفهمه، ثم طار وجلس على كتفي الأيسر وكلمني قم أفهم ما يقول، ثم طار وجلس على كتفي الأيمن ووضع فمه في فمي وجعل يزقني فانتفخت، ثم سمعت خشخشة فتحسبت لذلك فعلمت أنه أمر يراد مني. ما ظهر لي شيخان فتقدم أحدهما فشق عن صدري وأخرج قلبي ووضعه في طست، فسمعت أحدهما يقول الآخر: احفظ شجرة العلم فشغله ثم وضعه في جانب الأيمن ثم ألحم الشق، فلم أرى من ذلك الوقت أشياء خارجا عني. انتهى كرامة الأولياء. ومقصود يا سيدي مثل ما أكرمتموه نحن بالرؤيا لي وقعت لي منكم المذكورة سابقا بمحض جوده وكرمه ومنته تعالى، كذلك نريد منكم أن تمنوا علي بالرؤيا لي. وقعت في شيخ يوسف النبهاني ولي، وقعت في شيخ سليمان أبو الربيع لأجل تخلص لله وحده، لا رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا عجب ولا غير ذلك، وحتى أحضر قدنا في الصلاة وفي القراءة وغير ذلك. الله الله يا سيدي، واستغفر اللهم من الزيادة والنقصان، وأستغفر اللهم من الزيادة والنقصان في جميع ما ذكرناه لكم في الكلام المتقدم. وأمس وجدنا خط من الوالد عبد الله بن هادون بن أحمد المحضار من سوربايا وهو عازم إلى العرب في آخر جماد الأول هذا، وبغى نحن نعزم معه إلى العرب والجلوس في قويرة عنده، والفقير معاد انشرح خاطر إلى العرب جم إلا هو كذلك انشرح قليل، بغى نحن نجلس سنة وسنتين أو زايد على من شرح خاطري، وإنما الأقل سنة، والنول والأكل والنول المرجع كله هو ضامن. والآن إن مرادكم نعزم معه عرفوا نحن إلى بنجر ماسين هنا مع العجل، وأدعو لنا بالسهالة وعدم الشوق إلي، وإنها ترخص لي بالسفر إلى ذلك الجهة ولا شيء في خاطرها شيء، أن الله يرزقني برها وهي فرحانة، ونرجو منكم تفرحونها بورفة منكم إلها إلى فلنبان لأجل تفرح تأخذون خاطرها في أمانتكم، والرسول صلى الله عليه وسلم ونحن في هذا الميل نرسل لها خط، ونرسل الخط الذي من الوالد عبد الله بن هادون معا لها، وأنتم أرسلتوا لها خط العلوان باسم العم علي بن علوي الكاف يسرين والسلام، وخصوا أنفسكم منا بألف سلام المستمد للهدى المستمد للهدي ابنكم وخادمكم أحمد بن حامد بن علوي بن أحمد الكاف، وسلموا على من أردتم. حرر 10 ربيع الثاني سنة 38 و300 وألف هجرية. ومما كتبه الحبيب أحمد بن حامد الكاف إلى شيخه الحبيب الإمام أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الإسلام على نعمة حلت بساحة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه أولي العزم والاستقامة. متع بحياة سيدي وسندي الفاضل سلالة الأفاضل شيخي وشيخ مشايخي الحبيب الإمام الوالد البركة أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس، سقاه الله من كاس المحبة لله أهنى كاس، وإيانا والمسلمين آمين. السلام عليكم، السلام التام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. صدورها من بنجر ماسن موجبة سؤالا عن عافيتكم،
نرجو أنكم وأولادكم وأحفادكم وذويكم وجميع من يلوذ بكم في أتم الصحة والعافية كما نحن ومن لدينا بأتمهما، ونهني لكم بالعيد الحج الأكبر واليوم الأزهر، أعادها الله على الجميع بعوائد الجميلة وهباته الجزيلة على ما يحب ربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام. وعيدنا بالجمعة. ونعلمكم سيدي أن نحن من آخر شهر ذي الحجة هذا العام خرجنا من بنجرماسن وتوجهنا إلى بندواسة، وأقمنا عند الحبيب الفهامة محمد بن أحمد المحضار إلى آخر شهر ربيع الأول، ولم نزل ملتمسا بركاته ولم نحظى بها. ونقرأ عند الوالد عبد الله بن هادون المحضار من الجزء الأول من إحياء علوم الدين إلى إغلاق الجزء الأول، ثم بعد ذلك تشفعنا وتشرقعنا في القراءة، ساعة في ربع المهلكات وساعة في غيرها لضيق الوقت، بأمر من الوالد عبد الله بن هادون بالتشرقع. ولم نزل عندهم نقرأ من القرآن كل يوم ربع، ثم أشار إلي الوالد عبد الله بن هادون في قراءة القرآن كل يوم سبع. ثم لما خرجنا من بندواسة إلى سرابايا معهم لحضور مولد الحبيب المرحوم محمد بن عدروس الحبشي، وافقنا إشارته وقرأنا كل يوم سبع إلى الآن، وادعوا لنا بالمداومة على ذلك آناء الليل والنهار. ثم حضرنا وفاة من قدس الله روحه إلى الجنة الحبيب محمد بن عدروس الحبشي، وصلينا عليه مع الجمع الغفير، وحضرنا اللحد، ولم نزل نذكركم ونثني عليكم باللسان والجنان. الله يمتع بكم ويطول أعماركم مع الخيرات والبركات، ما معنا إلا أنتم. ولم نزل في ذلك الشهر نختلف إلى عند الحبيب عبد الله بن محمد بن عمر الحداد، ثم أمرني بالجلوس عنده وأوعدنا بالفتوح، وافقنا أمره وجلسنا نحو 3 أشهر التماس البركة، والتمسنا كتابكم المسمى بتثبيت الفؤاد من كلام الحبيب قطب الإرشاد العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وقرأنا منه ما يسر الله لذلك. ثم لما انتصف شهر شعبان ترخصنا من الحبيب عبد الله الحداد بالرجوع إلى بنجرماسن، ورخصني في ذلك، جزاه الله عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة. ثم بعد أيام قلائل من شعبانية رجعنا إلى بنجرماسن، والآن جالسين في بنجرماسن هنا، ونذكركم بالدعاء، وأنتم من فضلكم تفضلوا، أكرموا نحن، ارحموا واشفعوا لي تؤجروا. مرادنا من إحسانكم ومن فضلكم ومن ظنكم الحسن النظر منكم مثل لي ينظرون ساعة قد أوصلح الله إلى مرادي. هكذا يا سيدي امنحوا نحن ذلك حتى معات أعصي الله طرفة عين. تفضلوا يا سيدي، اكثفوا عطائي لا تبخلوا، إن الكرام إذا توفر حظهم عطفوا به وتبرروا، وترحموا من ينفروا. تفضلوا يا سيدي، حتى ولدكم هذا يبغض المعاصي حالا ومآلا، ويتركها صغيرها وكبيرها في خلاء وفي ملأ، ويرزقني الله بدلها الطاعة والمحبة لله والإخلاص لله والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته وصدق النية والتوجه إلى الله وكثرة البكاء من خشية الله والتضرع والاستغفار والانكسار والمراقبة لله تعالى، وحب الصلاح والإصلاح وكمال التوفيق، وحب أهل الله وحب العلم وأهله، وكسر النفس والبر على ذلك، ودوام ذلك ومع دوام كمال العافية والسلامة، وكمال العقل وكمال الإسلام وكمال الإيمان وكمال الإحسان في العبادة وغيرها من الخيرات، والأيتام والأرامل والفقراء والمساكين، وكمال الرضا. وأن الله يجعل قرة عيني في الصلاة، وكمال حفظ الأوقات في طاعة الله. انظروا نحن بهذه النظرة، أوصلوا نحن إلى الله في لحظة. تصرفوا يا سيدي في حصول ذلك، في حصول ما ذكرناه في أعلاه هذا الكتاب. الله يا سيدي، تصرفوا في حصول ذلك، لا تنسوا نحن، لأن نحن قد طلبناكم وأنتم أهل لذلك، أهل التقوى وأهل المغفرة. وأما الآن مثل ما أنتم عارفين ما عاد شيء معي من اللي ذكرناه، ولو بعض البعض، ولو 10 معشار ذلك. الله يا سيدي، اعتنوا في ذلك، تصرفوا بس إن شاء الله ما با ينقص من مراتبكم العالية، ونحن با ندعي لكم بعد ذلك.
الله الله يا سيدي، لأن نحن قد طلبناكم، إذا ما طلبناكم سريعا سريعا يا سيدي. هذا ما لزمه شرحه، والدعاء وصيتكم والسلام. وهذا الخاطر الذي شرحناه لكم منذ سنين ما أراد الله نشرحه إلا هذا اليوم. المستمد للدعاء فقيركم مسكينكم ابنكم محتاجكم أحمد بن حامد بن علوي بن أحمد الكاف. وسلموا لنا على العم زين بن حسين بن صميد جزيل السلام، وعلى ابنكم العم محمد والأخ حسين، وعلى من شئتم. حرر ذلك في ذو الحجة 1337 هجرية. فاغفر ذنوبي إلهي فإني عبد أنا عبد أنا عبد بذنب مقيد يا عالم سر مني تكشف ستر عني يا عالم سر مني تكشف ستر عني فاغفر ذنوبي إلهي فإني فإني عبد أنا
عينها الذين نور أنوار الغدور مرحبا يا نور عيني مرحبا دون الدهور مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا إمام القبلتين أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور أشرقت أنوار نبينا فازدهر كون السرور بربيعها الذين نور أنوار البدور يا نور عيني مرحبا دون الدهور مرحبا جاد الحسين يا حبيبا للغفور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور اللهم صل وسلم وبارك عليه نوينا مثل ما نوى أسلافنا الصالحين في قراءة الموالد أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وييسر أمورنا ويقضي حوائجنا وينيلنا مطالبنا وعلانية أن الله يرزقنا الفتوح والمنو والرسوخ وصلاح الجسد والرطوبة النسوح وعلانية أن الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين برضا رب العالمين وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان وعلانية أن الله يجعل أولادنا علماء عاملين دعاة مهتدين غير ضالين ولا مذلين ويرزقهم فهم النبيين وحفظ المرسلين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيها يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما ريح نصر
بالنصر قد هاد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد ما سارت العيس بطن سبسام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي يصحى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أعراب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فأطراب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. الله عليه على مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود فطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بقوله الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في مقتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يجرؤ بها اللسان أما تضمن الجنان من التصديق بها والإذكار تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده وتعلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بالتبليغ لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونظيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجل المبصرين سراجا وقبرا منيرا وما أعظم من منة فتكرم الله بها على البشر وما أعظم من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وفرض فيها في الكمال وقام بحق العبودية في مواد الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. ولا يتل بها الروح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بين عنايات الله في حزبه
وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه وتفيهوا ظلال الشرف للأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله أما عليه. بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله حاول عليه. لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأوسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة لا فلعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء ندمته على الصفا فطاب عيشي وصفا وكنت وقربه ووصله فأسعد يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء وليس عندي حالة توحشني مثل
مثل الجفا فكل من عنفني في حبه ما أنصفا يا ربنا يا ربنا وزنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء لله خل صادق عهدته على الوفاء وصفه الوصف لي وهو على ما وصف يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء وصل يا ربي على أعلى البرايا شرفا وآله وصحبه ومن لهم قد اكتفى يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة احتفى بالعطاء قصده في كل حال والرجاء فيه يجعل ختمتنا الجمال ايش لك بالكدر فتعبر إلا سهالا فاخذ من كان في حسن الرجاء راس مالا يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة يا سميع الدعاء حيران يا بغادي لالا رب دله وجنبه الردى والضلال وان سأل يا كريم الوجه فاقبل سؤالا يا الله ارحمه واجعل في جنانك هلالا يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة الحبيب الذي سيفه عليه الجلال النبي الذي ما قد تلح
تكلمته الغزالة يا رب صل على النبي جانا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد عان للقلم أن يهض ما حركته فيه العنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا الأبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن شمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في أحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسباب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشك منه ألما ولا إللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المرسل لنا بالبشارة. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المرسل لنا بالبشارة. قال
قال بن هاشم الليلة ضوتنا بشارة سعفها أخبار ليهم محكمين السيارة. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المرسل لنا بالبشارة. قال بن هاشم الليلة ضوتنا بشارة سعفها أخبار ليهم محكمين السيارة. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المرسل لنا بالبشارة. والمطرب يطرب فوق راس المنارة قال مقبول من جاء عندنا للزيارة. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المرسل لنا بالبشارة. والذي ما حضر اسمه لما انداره قالنا يا عرب ميراث ما هو عياره. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المرسل لنا بالبشارة. من يسعى يحصل تجارة من ذكرناه بارك ربنا في ضماره. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المرسل لنا بالبشارة. ذكرنا مثل طش المزن يطف الحرارة والمحبة لنا في القلب عين الطهارة. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المرسل لنا بالبشارة. صلوا على معد شرفنا وداره والصحابة وآله والذي له صهارة. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المرسل لنا بالبشارة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج. صلى الله عليه. قرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة
معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بيت الفرح بملاقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب عالمت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أن أمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله والسجود. Jangan bergerak di tempatnya, tempat masing-masing, tidak usah masuk lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد الله ولي أهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فتر
اضربوا يا أهل المثاني فهذار اليمن غرت الله واستضيء بجماله فكفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد صلي يا ربي على أحمد النبي الحمد الأمين المشفى بالقيامة للخلائق أجمعين لربي كل حمد جل أن يحصره العن الله إذ حبانا بوجوده مصطفى الهادي محمد صلي يا ربي على أحمد النبي الحبيب المشفى بالقيامة للخلائق أجمعين يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد صلي يا ربي على أحمد النبي الأمين الله المشفى بالقيامة للخلائق أجمعين رسول الله جئنا للزيارة قاصدين الله نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدين الله نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا رسول
بك إن بك نسعد الله وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا رسول الله جئنا لزيارة قصيدين الله نرتجي منك شفاعة حين رب العالمين تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواري خير مقعد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل لمحمد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله سلام مستمر يا مولاي كل حين يتجدد يا الله صلى الله على محمد يا مولاي يا رب صل عليه وسلم يا الله اللهم صل وسلم
wabarakatuh. Di hadapan kita ada beberapa anak yang akan diresmikan namanya yang telah dimufakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan jidahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Sayyid Muhammad bin Fahri bin Abdul Qadir Barakbah. Kedua Sayyid Ahmad Hanif bin Muhammad Al-Madhi. Yang ketiga Abdullah Miqdad bin Ali bin Omar bin Syihab. Dan yang keempat Munzir bin Ali Al-Kaf. Dan selanjutnya Sayyid Muhammad Haddad bin Tariq Al-Jufri. Kemudian Sayyid Ahmad Bashir bin Muhammad Saddam bin Hadi Al-Habsyi. Dan selanjutnya Sayyid Umar Hamid bin Ahmad Syarif Syahab. Semoga anak-anak yang diberikan nama tadi akan menjadi anak yang saleh, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن مفتاح باب رحمة الله على ما في علم الله صلاة وسلام دائما من دوام الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها نسألك يا الله أن تبارك فينا في أولادنا ولا تضرهم وفقنا وإياهم ورزقنا برهم اللهم بارك فينا في أولادنا ولا تضرهم وفقنا وإياهم ورزقنا برهم اللهم بارك فينا في أولادنا ولا تضرهم وفقنا وإياهم ورزقنا برهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأشرف التحية وأزكى التسليم والحمد لله رب العالمين. قل للذي جد بالأضعان يا حادي سقها رويدا ليلقى الحاضر البادي وتنعش الهائم الولهان رؤية من يؤم قوما أقاموا جانب الوادي إن قيد الحظ أقدامي وأوقفني فكن رسولي إليهم أيها الغادي سلم عليهم وخبرهم بما لقيت روحي وجسمي وقلبي الواله الصادي وقل لهم ما نأى عنكم وفي يده ما لا غنى عنه من ظهر ومن زادي ظن الخلي بأن البعد يونسني فكيف يونسني طردي وإبعادي أم كيف أسلو عريبا صار قربهم أقصى مرادي ومطلوبي ومرتادي أم كيف أنسى لهم عهدا وقد منحوا محض الوداد وجادوا قبل إيجادي وأتحفوني بسر لو أبوح به لشاع في الناس لوامي وحسادي إني ليقلقني هذا النسيم متى
ما هب من حيث أغوار وأنجادي، وما تمايل غصن في حديقته إلا تذكرت أوقاتي وأعيادي، ولا تغنى بذكر الغانيات شجن إلا جرى الدمع من عيني على النادي. قد طال مكثي بدار البعد منتظرا إذن المصير إليهم طول آمادي، أقبل التربة من أرض بها نزلوا يوم اجتماعي بهم في حين إشهادي. يا هل ترى تجمع الأيام في دعة بيني وبين أحيبابي وأسيادي، وأرتوي من شراب القوم في زمل من عارفين وأقطاب وأوتادي، وأوقد النور في مصباح واضحة نور على نور من فتح وأورادي، نور السلوك ونور الجذب قد جمعا فأشرقا بين زهاد وعبادي. ها قد علمت ولا شك يخالطني أن الطريقة في خرقي لمعتادي، وترك مألوف نفس زانه خلق أنجو به بين أشكالي وأضدادي. وقد تحققت أن الخير أجمعه ضمن اتباعي لجد المصطفى الهادي، عليه أزكى صلاة الله يتبعها منه السلام بآزال وآبادي. يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي ومرتجاي لدنياي ومنقلبي، فاغفر وسامح عبيدا ما له عمل بالصالحات فقد أوعى من الحوب، لكنه تائب مما جناه فقد أتاك معترفا يخشى من الغضب، فإن عفوت ففضل منك يا صمد فجد علي إلهي وأزل رهبي. ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد ما هما ودق من السحب، وما ترنمت الورقة على فنن وما تمايلت الأغصان في الكتب، فالله يرحم جمعنا بفضله ولا يعاملنا بقسط عدله، ببركة الهادي ختام رسله أحمد إمام المتقين الأبرار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن نشرته به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذا على نجم سها
بإنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. الله رب العالمين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك أن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعما ببركته وشرف جهده أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين.
وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة قبول بحق وبجيش الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا وعلم وتب علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. فرج على المسلمين وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الفاتحة والتحليل والتسبيح وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والإطابة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأسرته وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين من الله الصالحين. ما يسلم مهاجر الله من بني سوف بن عبيد الله وسلم مفهم والسادة العظام سنة بن المقدم الحبيب محمد بن علي بعد وسلم مفهم المقدم الثاني بن عبد الله مسقاب. ثم إلى أرواح جميع آل أبي علوين مكان مشارق الأرض إلى مغربها. ثم إلى أرواح متقدم من أهل المنطقة وذي الجيش البلاد من آل أبي علوي خصوصا لهذا البيت صاحب المقام الحبيب الولي العابد الصالح الذاكر الحبيب أحمد بن حامد الكاب وزوجته وأولاده وبناته وأحفاده وأصباته وذرته وسلم وبرهم. ثم إلى روح أبويا سيد محمد بن علي الولكي. ثم إلى الحبيب عبد الله برهان بن أحمد بن حامد الكاب. ثم إلى أخينا في الله داعي إلى الله المرحوم الحبيب نوفل بن أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاب وصولهم وفروعهم والدينا والدكم خاصة وأنبات المسلمين عامة بين الله تغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة برحمته ويودع علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورفحاتهم في الدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسببهم خصوصا صاحب المرحوم صاحب القول الحبيب العارف بالله الداعي إلى الله الولي السيد أحمد بن حامد الكاف أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته والدينا ووالديه خاصة وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط بشيء من علم الله ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين يوافي نعم يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل تقبل وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما استغفرنا وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة المباركة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وأعمالا صالحة متقبلة نقدمها ونؤديها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوان من الأنبياء والمرسلين جميع عباد الله الصالحين ثم إلى المحاجر الله أحمد بن عيسى بن البقي المقدم الحبيب محمد بن علي بعلوي وأصولهم وإبراهيم ثم إلى المقدم الثاني عبد الرحمن ثقاف أولاده 19 والمنتسبين إليهم والآخذين عنهم ثم إلى الحبيب علي بن أبي بكر السكران وأخي عبد الله بن أبي بكر السكران ثم إلى الحبيب الإدروس الأكبر ثم إلى الحبيب أحمد شاب الأكبر ثم إلى الحبيب شيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى أبي عمر بن عبد الرحمن العطاشي علي باراس ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح كافة أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها منهم الحبيب حامد بن علي الحداد والحبيب محمد بن علي الحداد ثم إلى الحبيب علوي بن شيخ الثقاف ثم إلى الحبيب أحمد بن حسان الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور ثم إلى عبد الله بن سالم الكعب ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى صاحب التربة الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب وكافة المقبورين في مقبرة الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب منهم الحبيب عبد الله بن عيدروس بن شهاب ثم إلى الحبيب عقيل بن محمد بن يحيى ثم إلى Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abi Bakar bin Salim ثم إلى أرواح كافة الأساتذة المشايخ ولمن له الحقوق علينا منهم أبويا سيد محمد علوي المالكي ثم إلى روح الأستاذ الداعي إلى الله الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أحمد بن حامد الكاب ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حامد الكاب ثم إلى روح الحبيب حامد والحبيب محمد والحبيب علي مهدي
والحبابة خديجة أنوار ثم إلى روح سحرنا الداعي إلى الله الحبيب نوفل بن عبد الله الكاب ثم إلى روح الحبابة علوية بنت حسين الجبري ثم إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببه صاحب الحول الحبيب البركة الحبيب العارف بالله الحبيب أحمد بن حامد الكاب أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فكاكا له من النار نجاة له من النار سترا وإجابا له من النار براءة له من العذاب ارحمهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك مستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا نورا وصلاحا وسرورا وترزقنا بها رزقا واسعا مدرارا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, acara demi acara, rangkaian-rangkaiannya beserta bacaan-bacaan yang telah kita hadiahkan kepada sahibul haul dan juga keluarga-keluarganya, alhamdulillah lancar telah kita bacakan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima itu semua, kemudian mencurahkan rahmat dan nafahat dan barakatnya agar kembali kepada kita semua dan kita membawanya ke rumah kita masing-masing, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syekh Bahauddin As-Sayyadi Ar-Rifa'i pernah berkata, darul wali idza ma mata amiratun laha min al-hali abwabun wa arkanu ka'annahu hadirun fiha bihayatihi yarahu man fihi irfanun wa imanu azzim masakinahum karrim manazilahum fahum biha daiman wallahi sukkanu in ba'adu manzilan yazhu birawnaqihim ka'annahum fihi batu aynama kanu. Sesungguhnya rumah seorang wali meskipun ia telah meninggal, ia akan terus amir, ia akan terus ramai, dipenuhi dengan arwah-arwah salihin, akan memiliki banyak daripada nafahat-nafahat rahmat-rahmat Allah yang turun. Oleh karena itu muliakanlah rumahnya, muliakanlah tempat beribadah mereka, muliakanlah segala yang berkaitan dengan mereka. InsyaAllah kita akan mendapatkan rahmat-rahmat tersebut dan akan mendapatkan berkahnya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berdirinya Al-Faqir di sini akan membacakan sedikit daripada susunan acara kita hari ini. Dan tadi alhamdulillah dari pagi kita telah melakukan rangkaian acara-acara. Yang pertama dimulai oleh pembacaan burdah, kemudian tahlil, kemudian doa birrul walidain, kemudian setelah itu kita berziarah bersama kepada Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, kemudian setelahnya kita kembali ke sini untuk membaca maulid dan tahlil lagi. Alhamdulillah segala acara telah lancar berjalan. Kemudian selanjutnya insyaAllah kita akan mendengarkan manaqib daripada sahibul haul Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Kemudian akan diteruskan oleh mau'izah hasanah yang akan kita mintakan kepada guru kita Al-Habib Hamidun Nagib bin Syekh Abi Bakar bin Salim, dan kalimatut tasyakkur yang akan disampaikan oleh Sayyid Ali Al-Habib Ali bin Ali Zainal Abidin bin Alawi Al-Kaf. Dan untuk pembacaan manaqib insyaAllah kita mintakan kepada Abuya Al-Habib Ahmad Muhammad Al-Bagir bin Abuya Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf. Fa'alaihi falyatafaddal. Zikru salat ala nabi. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alimil khafiyat المحيط بما يجري من تخوم الأراضين إلى أعلى السماوات الذي أكرم أولياءه بما أولاهم من جزيل الصلات وعظيم الهبات وطهر أسرارهم من دنس الالتفات إلى الفانيات ونفى ساحات قلوبهم من خبائث الأخلاق المنكرات وحفظ ظواهرهم عن ارتكاب المخالفات وإتيان السيئات وطيب بواطنهم وزينها بما أودع فيها من الحقائق الكليات والعلوم اللدنيات وحل جوارحهم وحسنها بما هداها له من الأعمال الصالحات والطاعات الزكيات أولئك أصفياؤه الذين لا يمنعون من دخول حضرته ولا يحجبون عن مشاهدته في كل وقت من الأوقات وصلى الله على قطب الدوائر وإمام الأوائل والأواخر سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الفائزين بكمال الاتباع له من بين سائر البريات. Amma ba'd. Berikut adalah sekelumit biografi atau manaqib dari sahibul haul al-arif billah al-habib Ahmad bin Hamid al-Kaf. Nasab beliau adalah al-habib al-barakah nuskhatus salafis salih as-sayyid al-sharif al-allamah al-habib Ahmad bin Hamid bin Alwi al-Kaf al-mulaqab Yusrain. اتصل نسبه إلى سيدنا الإمام أحمد الشهيد ابن الفقيه مقدم محمد بن علي باعلوي ثم إلى سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ابن الإمام محمد النكيب ابن الإمام علي العريضي ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الصيبة الثاني الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت سيد الأولين والآخرين Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Alawi Al-Falimbani. Kelahiran dan tumbuh kembang beliau radhiyallahu ta'ala anhu dilahirkan pada kisaran tahun 1291 Hijriah di kota Pekalongan, Jawa Tengah dari kedua orang tua yang saleh dan salihah. Ayahanda beliau bernama Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Kaf Yusrain dan ibunda beliau adalah Syarifah Fatimah Al-Jufri. Al-Habib Ahmad bin Hamid radhiyallahu ta'ala anhu tumbuh di lingkungan yang kental dengan agama di bawah bimbingan Syekh Futuh beliau Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Maspura Pekalongan. Ia memiliki keakraban yang luar biasa terhadap gurunya tersebut, layaknya ikatan ayah dan anak. Tak jarang Al-Habib Ahmad bin Hamid semasa kecilnya bersembunyi di bawah jubah beliau ketika sedang bermain dan dengan teman-temannya, sehingga nilai-nilai spiritual dan ikatan erat dengan tradisi salaf pendahulunya begitu kokoh tertanam dalam jati diri beliau semenjak umur yang sangat dini. Perjalanan pendidikan beliau saat beliau menginjak umur 10 tahun, dampak pendidikan ruhani tersebut mendorong beliau lebih jauh lagi untuk mendalami agama Allah dan berinteraksi langsung dengan peninggalan salaf pendahulu beliau di tanah para wali Allah. Al-Habib Ahmad yang masih kecil itu pun tanpa ragu berangkat bersama keponakan beliau Al-Habib Abdullah bin Salim bin Hamid Al-Kaf untuk menimba ilmu di tanah air nenek moyang beliau, Hadramaut. Sesampingnya di sana beliau menimba ilmu dari para ulama ternama di wilayahnya masing-masing. Beliau mengenyam pendidikan di Rubat Sewun, pesantren pertama di Hadramaut yang diasuh oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar. Beliau mengambil silsilah sanad keilmuan hadisnya dari maha guru Musnadul Wali Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Iqtul Yawaqid di kota Gurfah. Beliau juga pergi ke kota Tarim untuk belajar dari Mufti Tarim Al-Faqih Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Al-Habib Ahmad amatlah tangkas, cepat menangkap pelajaran dan bersungguh-sungguh. Beliau mengerahkan seluruh tenaga dan waktunya untuk menuntut ilmu, sehingga beliau pun berhasil menjadi sosok menghafal Al-Quran yang juga menguasai berbagai macam bidang keilmuan, baik itu ilmu bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, tasawuf dan yang lain-lainnya. Beliau juga sangat tertarik untuk menelaah karya-karya tulis salafus saleh para wali Allah Subhanahu wa taala.
Dan masih banyak lagi sosok guru-guru beliau di Hadramut yang tidak dapat kami sebutkan di manaqib ini yang singkat. Itu semua berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala serta kegigihan beliau menuntut ilmu di Hadramut selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Al-Habib Ahmad pernah bercerita mengenai perih pahitnya belajar di kala itu. Beliau berkata, dahulu ketika kami menuntut ilmu di Hadramaut, jatah makan kami tidak lebih dari 3 butir korma saja untuk sehari dan semalam. Setelah menghabiskan kurang lebih 1 dekade di negeri Hadramaut pada tahun 1311 Hijriah, beliau memenuhi panggilan Allah untuk berangkat haji serta melepas rindu yang lama terpendam, berziarah kepada datuk beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana di kota suci Al-Haramain Asy-Syarifain, beliau meneruskan pengembaraan ilmunya dan membelutkan tekad untuk kembali berguru mencari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tak pernah ada kata habis dalam urusan ilmu, seolah beliau memegang teguh mata Imam Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana beliau berkata, ma'al mahbarah ilal maqbarah, aku akan selalu bersama tinta penaku sampai aku bersemayam di kuburan. Di sana beliau berguru mengambil sanad keilmuan dan hadis daripada saudara kandung sahibul maulid Al-Musnid Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi wa Al-Sayyid Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani wa Syekh Mahfuz bin Abdullah At-Tirmasi. Dan beliau membaca kitab Jami' At-Tirmidzi dan Sunan Abi Dawud dari Syekh Sa'id bin Muhammad Babasil. Beliau juga bertemu serta mengambil ijazah dari sanad Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dan masih banyak lagi daftar nama-nama guru beliau dan masyayikh lainnya. Semoga Allah merahmati mereka semua, amin. Perjuangan dakwah beliau. Setelah bertahun-tahun di kota Mekah, beliau pun akhirnya kembali ke Nusantara berjuang serta mendedikasikan jiwa raganya untuk berdakwah menyebarkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok ulama yang amat gemar mengajar serta berdakwah. Beliau selalu pulang pergi ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Banjarmasin, Palembang dan yang lain-lain. Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf sempat bermukim beberapa tahun di kota Banjarmasin, dan dari sana beliau beberapa kali mengirim surat kepada gurunya Al-Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas menceritakan perihal kegiatan serta meminta petunjuk, nasihat serta doa dari beliau. Sampai pada akhir tahun 1339 Hijriah, beliau mendapat panggilan untuk turut mengajar di Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Beliau pun memenuhi panggilan tersebut serta mengajar di sana kurang lebih selama 3 tahun. Lalu pada tahun 1343 Hijriah, tanda kewalian beliau mulai tampak. Beliau pun memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, lalu selanjutnya tinggal di kota Palembang Darussalam. Termasuk daripada murid tersohor yang menimba ilmu dari beliau adalah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin Palembang, yang memiliki ikatan begitu erat dengan beliau. Di satu kesempatan beliau pernah menulis, Al-Habib Ahmad secara langsung memberikan sirnya kepadaku. Dan Al-Habib Syekhan bin Abu Bakar Gitmir Al-Kaf Cipayung. Kemudian juga Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Jakarta. Di dalam kitab kumpulan biografi Masihkah Al-Habib As-Salim menjelaskan tentang keluasan ilmu Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, seraya menulis, aku belajar dari beliau Al-Quran beserta 7 riwayat qiraahnya. Aku hanya belajar dari beliau ilmu bahasa Arab, nahwu, saraf, fikih, usul, tafsir juga hadis, dan aku telah menghadiri seluruh kajian beliau dalam fan-fan keilmuan tersebut. Dan masih banyak lagi murid-murid lainnya serta orang-orang yang mengambil manfaat dari dakwah serta kajian ilmu yang beliau sebarkan. Perangai serta mujahadah beliau. Beliau radhiyallahu taala anhu merupakan sosok yang tegas, ibarat air yang ketika tenang membuat sejuk, namun membuat kulit melepuh jika sudah dipanaskan. Meskipun begitu, beliau adalah sosok penyayang yang sangat cepat memaafkan dan begitu rendah hati. Tak jarang beliau disapa dengan panggilan Ammi Ahmad, yang menandakan kedekatan emosional
antara beliau dengan orang sekitarnya. Al-Habib Ahmad adalah sosok mulia, ahli ibadah dan orang zuhud, mencintai khumul atau tidak senang terhadap ketenaran di dunia. Beliau sangatlah pendiam, hanya berbicara seperlunya saja. Sangat jarang tertawa, tawa beliau hanya terbatas senyuman. Dikisahkan bahwasanya ibu dari Al-Habib, Syauqi bin Syekhan Gitmir, di suatu hari tengah mendengarkan radio lagu Gambus. Tak kemudian Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf masuk, maka Hubabah pun mengajaknya untuk mendengarkan radio bersama. Namun Al-Habib Ahmad menolak. Hubabah lantas bertanya, apakah engkau menyukai Gambus? Tidak, jawab Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Hubabah pun kembali bertanya, mengapa engkau tidak menyukainya? Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf menjawab, bagaimana aku dapat senang mendengar Gambus dan tertawa-tawa sementara aku belum tahu pasti akan 4 perihal yang amat penting, yaitu sakratul maut dan pertanyaan malaikat di dalam kubur dan menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim dan al-mizan, timbangan kebaikan dan keburukan. Apabila aku telah mengetahui 4 perihal itu dengan pasti, maka aku baru akan bisa duduk bersukaria bersama kalian. Beliau merupakan sosok alim yang sederhana dalam gaya hidup dan berpakaiannya, sangat istiqamah serta gemar mengulurkan tangan membantu orang-orang fakir, miskin serta yang membutuhkan. Adapun mujahadah beliau sangatlah banyak. Di antaranya dalam sehari semalam beliau rutin membaca 1/7 Al-Quran, juga membaca 100.000 kali salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga memiliki untainan salawat khusus yang sering beliau dawamkan, yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qalbi nura wa salahan wa surura wa tarzuqani biha rizqan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada kulli syai'. Syarifah Khadijah putri dari Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Empang Bogor, sangat berkata bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf terkenal di kota Jawa Timur dengan sebutan geral Al-Habib Ahmad Wali. Karamah beliau, karamah adalah pertanda cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, tidak melulu tentang keajaiban, sehingga karamah terbesar beliau adalah istiqamah yang dikatakan lebih baik dari 1000 karamah. Meskipun begitu, banyak sekali karamah keajaiban yang Allah tunjukkan di tangan beliau yang telah disaksikan banyak kalangan pada zamannya. Entah itu menyembuhkan orang sakit, mengkasyaf, memberitahu ungkapan hati yang belum pernah tersebar dan lain sebagainya. Di antaranya adalah kejadian antara beliau dan Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad Empang Bogor pada tahun 1948 Masehi. Al-Kisah beberapa rombongan dari Al-Habib dari Habaib Palembang pergi ke kota Bogor untuk mengunjungi Al-Habib Alwi Al-Haddad. Tatkala mereka sampai di kediaman Al-Habib Alwi, beliau berkata kepada rombongan tersebut, untuk apa kalian capek-capek jauh-jauh dari Palembang ke sini hanya untuk mengunjungiku? Sementara di Palembang terdapat seorang wali yang lebih utama dariku, yaitu Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Tak lama kemudian, beliau bercerita, aku mengenal Al-Habib Ahmad Al-Kaf ketika penjajah Jepang ingin memasuki kota Bogor, yang menyebabkan banyak dari penduduknya mengungsi ke pelosok-pelosok desa. Aku pun bingung apakah aku harus pindah atau tidak. Maka aku beristikharah kepada Allah. Di malam harinya aku bermimpi ketemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani seorang lelaki yang berdiri persis di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apakah aku perlu berhijrah keluar dari kota Bogor?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tanyakan perihalmu kepada lelaki yang ada di sebelahku ini." Aku pun bertanya heran, "Siapa lelaki ini wahai Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Ia adalah anakku Ahmad bin Hamid Al-Kaf, Maula Palembang." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Al-Habib Alwi Al-Haddad mengenal Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf melalui mimpi dan hubungan di alam arwah. Setelah mendengar kisah Al-Habib Alwi Al-Haddad, rombongan pun kembali pulang dan mengunjungi kediaman Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf.
Tatkala mereka hendak bersalaman dengan Al-Habib Ahmad, beliau tiba-tiba berkata kepada mereka, apa yang telah dikatakan Al-Habib Alwi Al-Haddad kepada kalian? Mereka pun tercengang dan semakin yakin akan kewalian Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Termasuk orang-orang yang hadir dalam peristiwa ini adalah As-Sayyid Hussein bin Hasan bin Shihab, Was-Sayyid Al-Marhum Shihabuddin bin Umar bin Shihab, Was-Sayyid Al-Marhum Syekh bin Abdul Rahman bin Shihab, Was-Sayyid Al-Marhum Aqil bin Ali Al-Munawwar. Wafat beliau, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf meninggal di Palembang pada bulan Jumadil Awal tahun 1375 Hijriyah dan dikebumikan di 14 Ulu komplek pemakaman para asyraf Gubbah Al-Kaf. Diceritakan bahawa di hari wafat beliau banyak berdatangan fakir miskin serta para janda yang menangisi kepergian beliau. Mengingat banyaknya kiprah dan ulur tangan beliau membantu kehidupan mereka semasa hidupnya. Semoga Allah memberikan rahmat anugerah kepada beliau dan mengumpulkan beliau bersama para muhibbinnya di bawah naungan daerah bendera Nabi Muhammad SAW. Beliau menikah dengan Hubabah Aminah binti Salim Al-Kaf dan meninggalkan 4 anak laki-laki serta 1 anak perempuan. Mereka adalah Al-Habib Hamid Nawir, Al-Habib Muhammad Hadi, Wal-Habib Abdullah Baharun, ayahanda almarhum Al-Habib Naufal Al-Kaf, pendiri Pompes Darul Habib Sukabumi, dan Al-Habib Ali Mahdi, Wasyarifah Khadijah Anwar. Itulah sekelumit biografi beliau yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat memotivasi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi generasi yang mengingat jasa para pendahulu serta mengabadikan dalam kalbu dan amat perbuatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua agar dapat mencintai mereka dengan sebagaimana mestinya, juga meneladani akhlak beliau dan menghidupkan kembali tradisi baik yang pernah mereka tinggalkan sehingga dapat mendapatkan syafaat dari mereka kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna kamal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jaza kepada Sayyid Al-Habib Abuya Muhammad Al-Bagir bin Ahmad Naufal bin Abdullah Burhan bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Semoga managib biografi yang dibacakan tadi ada pelajaran yang dapat kita ambil dan kita jadikan oleh-oleh kepada orang rumah kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apapun yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, wali-wali terdahulu, sehingga kita berada di jalan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk muhadarah, mau'izah hasanah atau hikmah daripada haul ini kita mintakan kepada guru kita Al-Habib Muhammad Hamid Al-Nagib bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar bin Salim, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Udhkuru as-salah 'ala an-nabi Muhammad. Kursi di situ, bro. Di belakang dekat kamera. ولولاهم بين الأنام لدكدكت جبال وأرض لارتكاب الخطية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. معاشر الحبايب الكرام، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحاضرين رحمكم الله. فالحمد لله, pada hari ini, pada saat ini kita berada di sebuah rihab, tempat yang dipenuhi dengan rahmat Allah, tempat yang dipenuhi dengan anugerah dari Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan anugerah dan rahmat Allah tersebut agar kalian bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari semua yang kita kumpulkan, yang kita himpun. Inilah saat kita berada di sebuah tempat peninggalan dari seseorang wali min awliyaillah, seseorang yang begitu hebat masa kehidupan beliau. Kehidupan beliau hanya diperuntukkan bagi Allah. Lihatlah ketika kita mendengarkan bagian daripada manaqib beliau tadi, untuk dituntut atau diminta tertawa sedikit pun bersenang-senang, itu masih jauh dari pikiran mereka. Karena yang mereka lihat itu sangat jauh, bukan seperti kita yang memandang hanya di depan mata kita. Lihat bagaimana kelak kematian, kebangkitan, siratal mustaqim, timbangan amal. Semua ini yang membuat mereka selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat mereka selalu diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka, terutama sahibul haul Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab rahimahullah wa nafa'ana bih. Beliau dikenal dari dahulu pun, dipanggil sebagai Al-Habib Ahmad Wali. Kehidupan beliau sehari-hari saya juga pernah dengar dari Al-Wadid Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Bakar. Beliaulah di antara penggerak pertama keliling-keliling mengumpulkan tanah dari seseorang ke seseorang yang lainnya, mengumpulkan beras untuk dibagi-bagikan kepada al-aramil wal masakin. As-sa'i 'alal aramil 'alal masakin wal aramil kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha untuk para janda-janda dan masakin, orang-orang miskin, mereka inilah al-mujahid fi sabilillah. Ketika itu beliau datang dari seseorang ke seseorang. Kita semua wong Palembang tahu gimana keadaan wong Palembang kalau diminta sesuatu, tambah lagi dulu. Ini yang anak pernah dengar sendiri dari Al-Walid. Tidak langsung ketika didatangi, ini mbak, ini wah, kadang-kadang sudah tidak ngenjuk pakai ngatoi pula. Nah, ini penyakitnya. Al-Habib Ahmad menghadapi semua itu. Datang bukan langsung mendapatkan uluran untuk itu bukan untuk pribadi beliau, untuk al-masakin wa du'afa. Ketika sudah terkumpul langsung beliau bagi-bagikan. Masyiral hadirin rahimakumullah. Ini bagian yang banyak orang tidak memahami dan tidak mengetahui. Karena itu ketika tadi disebutkan dalam manaqib,
Di saat beliau meninggal dunia, al-aramil wal masakin pada bertangisan. Mereka merasa terputus oleh pekerjaan perilaku usaha yang dilakukan oleh sahibul haul Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mendengar kehidupan beliau, ibadahnya sangat luar biasa. Di samping itu bagaimana beliau juga menjadi demikian bukanlah langsung jadi. Belajar ilmu pengetahuan. Tidak cukup dari satu tempat sampai ke Hadramut, ke Mekah, menggali ilmu. Di Hadramut 10 tahun ngambil dari para ulama-ulama di masa itu yang sangat kaliber hebat dengan ilmu-ilmunya. Tidak cukup sampai di Hadramut, berangkat lagi ke Mekah. Tidak ada waktu yang dibuang, tetap menggali ilmu pengetahuan. Itulah yang beliau lakukan. Mal mahbarah ilal maqbarah. Terus dengan pena, buku yang dicatat, tulis apa saja yang dapat. Terus terang sekarang ini pun yang pelajar sendiri, kalau kita lihat di kantong mereka jarang ada pena dan kertas. Tidak tahu, merasa cukup, kitab-kitab di rumah sudah banyak. Jarang yang membawa pena atau buku catatan. Kalau kita lihat pendahulu-pendahulu kita, mereka tidak berpisah dari buku catatan sama pena yang ada di kantongnya. Sehingga setiap saat mendapatkan faedah, langsung mereka tulis, mereka catat. Dan mereka dapat menghafal dan mengingatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mendapatkan anugerah ketika kita masih bersama-sama dapat mengenang mereka-mereka tersebut, sehingga menjadikan tempat-tempat kita ini masih tetap dipenuhi dengan nafahat insyaallah. Itulah Rasulullah SAW pernah juga menjelaskan kepada kita, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'aradu laha. Sesungguhnya hari di masa-masa kita ini ada anugerah-anugerah dari Allah yang Allah limpahkan. Maka rebutlah, ambillah anugerah tersebut. Ta'alla ahadakum an tusibahu minha naf'ah fala yashqa ba'daha abada. Mungkin saja di antara kita dengan kesungguhannya, dengan hatinya, dengan benar yang diharapkan, dia dapatkan dari anugerah tersebut, maka tercantumlah dia tidak akan lagi menjadi orang yang durhaka. Dicatatlah dia sebagai orang yang beruntung, orang yang bahagia. Di antaranya majlis serupa inilah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang kita kenang saat ini, yang kita peringati haulnya saat ini. Jangan dikira mereka itu tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Bahkan mereka tahu siapapun yang hadir, yang duduk di tempat ini. Terlebih dari itu, mereka juga tahu siapapun yang mau hadir, yang ingin hadir, mungkin terhalang oleh sesuatu, mereka juga mengetahuinya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah menyaksikan amalia kita. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan amalia kita. Beliau tahu, dan orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin tersebut? Tentulah orang-orang mukmin, terutama mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang-orang yang bersama Allah, para aulia Allah. Mereka tahu ketika kita berbuat sesuatu. Mereka hadir, mereka menyaksikannya, mereka, Allah yang menyatakan. Fasayarallahu amalakum wa rasul. Mereka melihat, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena itu duduknya kita di tempat ini jangan dianggap sesuatu yang tidak berarti. Bersihkan hati kita, ikhlaskan amal kita, harapkan kebaikan-kebaikan dari para aulia Allah. Mereka itu orang-orang yang pemurah. Kehidupan mereka penuh dengan rahmah, dengan kasih sayang. Ketika orang datang kepada mereka dengan kesungguhan dan penuh harapan, tidak mungkin orang-orang tersebut akan tersia-siakan. Mereka memiliki rasa rahmat yang sangat besar. Seseorang semakin dekat kepada Allah, maka semakin besar lagi rahmahnya yang ada pada hati mereka. Seorang yang sempurna memiliki rahmah dari hamba Allah, itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatun mahdhah,
rahmat murni yang diberikan oleh Allah, itulah Nabi kita Muhammad. Innama ana rahmatul muhdah, akulah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Lalu diambillah oleh orang-orang yang melangkah dengan langkah beliau, orang-orang salihin, para awliya Allah. Hati mereka penuh dengan rahmat kasih sayang. Kitalah saat ini ayuhal ikhwah yang memerlukan rahmat tersebut, memerlukan kasih sayang tersebut. Kenapa ketika kita mendengar para salihin, para pendahulu kita, mereka memiliki tagarrub kepada Allah, amaliyahnya begitu hebatnya. Ketika kita mendengar satu hari baca salawat 100.000 kali, dengar 100.000 kali baca salawat, kira-kira pernah atau tidak kita sehari saja baca 100.000 kali? Insya Allah ada yang pernah, kita harapkan. Tapi bayangkan untuk diri kita masing-masing. Belum lagi nanti amaliyah-amaliyah yang lain. Quran tidak terpisah jauh dari Al-Quran. Mereka dekat dengan amaliyah-amaliyah yang lainnya. Kehidupan mereka yang begitu indah dihiasi dengan amalan-amalan yang hebat. Lalu kita kembali kepada kita, tambah lagi saat ini, Masya Allah, untuk baca Al-Quran tidak sempat kadang-kadang, diganti dengan HP yang ada di kantong, macam-macam yang dilihat, duduk sama HP-nya. Terkadang saya juga nggak ngerti apa-apa yang dimainin dalam HP itu. Ada katanya main dingdong, apalagi apa dingdongnya ada ya. Apalagi duduk itu berjam-jam bisa. Tidak sadar kalau kita lagi ditipu. Tidak sadar kalau kita dibawa kemana kita tidak tahu. Kita lagi dibohongi. Kita terbawa, terlena. Dianggap menghibur diri kita. Sampai kapan kita akan terhibur dengan hal-hal serupa itu? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Belum lagi saat-saat yang lain yang kita lepaskan untuk kehidupan ini. Sedangkan umur setiap detik semakin berkurang dan berkurang. Kehidupan bukan kita yang memegang, bukan kita yang memiliki. Kalau seandainya kehidupan kita yang memiliki, kita yang memegang, mungkin kita bisa atur semuanya. Tidak ada satupun dari kita yang merasa kita yang memiliki kehidupan. Semua itu ketetapan Allah. Ingatlah kepada Allah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Inilah dikala kita mengingat seseorang wali min awliyaillah, orang yang dekat kepada Allah, berharaplah insyaallah kita juga mendapatkan bagian apa yang mereka dapatkan dari bagian-bagian tersebut. Ya man waffaqa ahlal khairi lil khair wa a'anahum alaih, waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya enggak panjang lebar, saya juga enggak tahu tadinya. Rencana cuma mau duduk hadir, ambil berkah, tahu ditunjuk. Nah, ini terus terang enggak ada ceritanya. Ya. Insyaallah di sini juga ngambil berkah. Memang tujuan kita ngambil berkah dalam majlis ini. Insyaallah Allah berikan berkah yang paling banyak untuk saya dan bagian-bagian lain insyaallah dibagian juga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jaza. Kita ucapkan kepada guru kita bersama Sayyidul Habib Hamid An-Naqib bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar bin Salim atas nasihat-nasihatnya, mutiara-mutiara, petuah-petuah yang kita dengarkan dari beliau. Dan inti daripada perkumpulan kita bukan hanya mengingat mereka, akan tetapi mempelajari kehidupan mereka sehingga agar kita bisa meniru mereka, berjalan di jalannya mereka. Man la salak fi tariq ahlih tahayyam wada' fa ya furu'an nabi siru 'ala al-ittiba' khallil qadam bil qadam wahdharul ibtida'. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian rangkaian acara selanjutnya adalah kalimatut tasyakkur wa tarhib yang akan dibawakan oleh saudara kami Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Alawi Al-Kaf. فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk berkumpul bersama para ulama, para sulaha, para syiban, para awliya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Kami atas nama keluarga besar Almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, putra beliau, cucu-cucu beliau Al-Habib Hamid Nawir, putra-putra beliau, cucu-cucu beliau Al-Habib Abdullah Burhan, putra-putra beliau, cucu-cucu beliau, cicit-cicit beliau Al-Habib Muhammad Al-Hadi, putra-putra beliau, cucu-cucu beliau Al-Habib Ali Al-Mahdi dan Hubabah Khadijah Anwar, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, mengucapkan rasa terima kasih, syukur yang sebesar-besarnya kepada para hadirin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan daripada perkumpulan ini, khususnya para habaib yang datang jauh-jauh dari luar, dari dalam kota Palembang, khususnya juga terus menerus saling bersatu, saling membantu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang terus bisa meneruskan perjuangan para salafun salih. Belum lama di tempat yang sama kita berbicara, di hadapan kita hadir Sayyidul Walid Abuya Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf, Allah yukhlifuhu fina bil khilafati salihah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bahagiakan beliau dan bahagiakan guru-guru kita semua yang hadir di tempat ini, tempat yang penuh dengan kemuliaan. Di akhir kami berharap pulang dari tempat ini membawa keberkahan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Kata ulama, disebutkan kalimat al-mihrab menunjukkan bahawa bukan tahsilul hasil. Allah sebutkan itu menunjukkan bahawa tempat juga memiliki satu nilai di sisi Allah. Maka tempat ini, kata Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, walamma dakhalna Palembang sanah 1353 zurnahu fi manzilihi wa huwa fi hadhihi al-halah wa qabalani muqabalat al-qawm min al-majazib fajalasna 'indahu muddah. Artinya tempat ini tempat di mana Al-Habib Alawi Bahsin mengambil ilmu dari beliau. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan duduk di tempat ini mengambil ilmu, mengambil keberkahan, dan insya Allah kita juga tidak pulang dari tempat ini kecuali membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada para panitia yang terus menerus membantu dari semalam, ziarah tadi, baca burda pagi, qiraat kutubus salaf. Untuk yang tinggal di sini juga keluarga besar, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala balas semuanya tanpa terkecuali. Bahkan yang niat untuk hadir, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala balas. Sahabat-sahabat kita yang datang dari Pulau Jawa, ada yang dari Kalimantan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan. Itu saja dari kami. Dan terakhir, mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, mudah-mudahan Allah ampuni. Wa sallillahumma bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir untuk talqinul dzikir, kemudian diteruskan oleh doa penutup. Kita mintakan kepada Al-Ustaz Muhsin Al-Habsyi, dan untuk doa terakhir kita mintakan kepada Al-Habib Ali bin Hamid. Alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah
صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبذ إن شاء الله من العاملين آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج عن المسلمين وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Allah 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 wasallim. إلهي يا سميع يا بصير تقصيري وضعفي أرهقني على نفسي المصير المصير يا رحمن
itu juara. مجدي